السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا مباراة الزمالك وإنبي قدر إن هو يفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة غير المباراة بتاعة سموحة. الزمالك بيلعب مباراة حلوة ومباراة وحشة، المدير الفني بيكسب مباراة والمباراة اللي بعدها على طول بيتغلب أو بيتعادل. في مباراة هي الأسوأ للزمالك كالعادة، أوسيريو ما تعرفش إيه اللي بيحصل، كل مرة يعمل لك تبديل وتغيير في الدفاع. ناس بتعمل روتيشن في الهجوم في نص الملعب، أوسيريو بيعمل روتيشن في الدفاع. أوسيريو لما يحب يعمل تغيير في التشكيل بيغير في الدفاع، وللأسف الحتة دي بالذات ما ينفعش إن أنت تغير فيها. فالنهارده شفنا إنبي بيروح بهجمات كتيرة جدًا على الزمالك وقدر إن هو يسجل هدفين، والزمالك محظوظ جدًا إن إنبي ما سجلش 4 أهداف أو 5 أهداف. في عندك هدف مؤكد لرفيق كابو في الشوط الأول قدر عواد إن هو يشيله، في أكتر من فرصة محققة في الشوط التاني لإنبي قدر إن محمد عواد برضه إن هو يشيل كل الكور دي، ورغم كده الزمالك اتغلب 2-1. الزمالك عاجز، حتى الهدف اللي الزمالك جابه كان بضربة جزاء، حتى الهدف اللي الزمالك جابه كان بضربة جزاء. الزمالك ملوش فرص كتير جدًا على مرمى إنبي، للأسف أوسيريو أو بيكتب نهايته مع نادي الزمالك، أو بالمعنى الأصح كده نهاية أوسوريو قربت من نادي الزمالك والبديل جاهز. وإدارة الزمالك الحالية كانت متخذة قرار مجرد إن هم ينجحوا في الانتخابات. أو امبارح خسارة مع إنبي 2-1 في مباراة الزمالك عاجز وأوسوريو قاعد على الدكة عاجز، لأن هو ما يعرفش إيه اللي هيقابله. هو تقريبا ما درسش إنبي قافل وبيضغط من نص الملعب وقافل له العمق وقافل له كل حاجة، وهو بيلعب بنفس التشكيل بتاع سموحة. تشكيل سموحة محتاج فريق بيلعب كرة مفتوحة، خد وهات، تقدر تعمل معاه، هيكون عندك مساحات. بخطة إنبي اللي كان بيلعب بيها كنت محتاج على الأقل مهاجم، عشان أنت عمال تعمل عرضيات، وحمزة المسلوسي شغال عرضيات، وفتوح عمال يعمل عرضيات، ومصطفى شلبي بيعمل عرضيات، بس ما فيش حد إلا أوباما. فأنت كنت محتاج مهاجم لأن إنبي موقف 5 بيلعب ب5 ورا، فأنت محتاج مهاجم. فطبعًا فين وفين على ما أوسيريو بنفسه افتكر إن إحنا محتاجين مهاجم، وقام منزل سيف الجزيري في الدقيقة 80. كان الماتش يعتبر خلص أصلًا، وطلع بعدها في المؤتمر الصحفي بيقول لك أنا أخطأت بعدم الدفع ب2 مهاجمين بداية من الشوط التاني وأنا متأخر، أو بداية لمّا اتأخرت النتيجة 2-1 كنت المفروض إن أنا أدفع ب2 مهاجمين اللي هو ناصر منسي وسيف الجزيري، والاتنين قاعدين على الدكة جنبه. طبعًا إصابة شلبي كمان اضطر إن هو يعمل تغيير بتاع نيمار إن هو يلعب جناح شمال. دي كلها حاجات غريبة جدًا، وبنشوف روتيشن في الدفاع، بنشوف مدافع هو الأسوأ في تاريخ نادي الزمالك محمد عبد الغني. أول مرة أشوف مدافع مهاجم طالع يلعب كورة بدماغه والمدافع بتاعنا ماسك في إيده وما يعرفش يعني مش فاهم إيه الفكرة محمد عبد الغني. يعني أنت مش المفروض مدافع تطلع مع كل كورة حتى لو هي مش خطيرة، المفروض إن أنت تطلع. المدافع بتاع نادي الزمالك للأسف مش قادر إن هو ينط مع أوفا مهاجم إنبي، بس قدر إن هو يسجل الهدف التاني. وسيريو هو مدرب بيلعب كورة حلوة زي تكيس، هو مش مدرب بطولات، وده اللي أنا قُلته قبل كده، إن المدير الفني ده مش مدرب بطولات، الدفاع هو اللي بيجيب بطولات. وأي مدير فني يبقى فاتح دفاعه على البحري لأي فريق، أي فريق يهدد مرمى الزمالك في المباراة اللي فاتت، أي فريق كان عنده فرص كتير إن هو يسجل في الزمالك أكتر من هدف، حتى سموحة كان عنده فرص كبيرة إن هو يسجل، بالرغم إن سموحة سجل هدف، ولكن حسام حسن ضيّع أكتر من هدف وأكتر من انفراد في ماتش سموحة. كورة قلشت، كورة ضاعت، كورة اتصدت. ولكن أنا قُلت إن الدفاع أوسيرو مش مهتم بالدفاع، وكل مرة يعمل لك روتيشن، كل مرة تلاقي حمزة المسلوسي بيلعب في عمق في قلب الدفاع والزناري بيلعب يمين. يا عم هو المسلوسي أصلًا باك يمين، طب ما تلعب المسلوسي باك يمين ولعب الزناري في عمق الدفاع عادي، إيه المشكلة؟ لأ. فقام بقى لمّا نزّل الجزيري أنا شُفت الاختراع بقى، إحنا كنا بنعمل عرضيات، فقام نزّل مهاجم وقام منزّل الزناري ومطلّع محمود علاء، وقام مخلّي حمزة المسلوسي اللي كان بيلعب باك يمين وبيعمل عرضيات، قام جايبه حاطّه في عمق الدفاع، وعمّال نلعب الطويلة وتوصل لإنبي وتوصل لحارس مرمى إنبي بكل سهولة. أنا مش عارف إزاي إن أنت تنزّل مهاجم وبعد كده تنزّل مدافع يلعب باك يمين عشان يرفع. يعني مصطفى الزناري بعد ما نزل الزمالك ما عملش تقريبًا إلا عرضية واحدة وطلعت برّه الملعب خالص. طب كنت خلّي حمزة المسلوسي ولعّب الزناري جنبه في عمق الدفاع، وخلّي حمزة المسلوسي يعمل مثلًا يعمل عرضية أكتر من عرضية عشان أنت تسجّل أو تتعادل على الأقل. لأ، قام عامل لك إيه بقى، قام مطلّع محمود علاء وقام منزّل مصطفى الزناري باك يمين. أنا مش عارف مصطفى الزناري باك يمين إزاي، دوّة لو أنا هاقفل، أنا مغلوب عاوز أسجّل أكتر من هدف، قام منزّل مدافع. الزمالك مغلوب وبيبدّل مدافع بمدافع، الزمالك مغلوب وبيبدّل مدافع بمدافع، وبيخلّي المدافع يلعب باك يمين، والباك اليمين بتاعنا اللي بيرفع قام مخلّيه يلعب في الدفاع. حاجة غريبة جدًا وتأليف مستمر من أوسيريو، وقالب بيه كورة وكل الناس عارفة، كل الجمهور بقى عارف ثبات التشكيل، ثبات التشكيل، ثبات التشكيل. إنما موضوع الروتيشن اللي هم بيقولوا عليه دوّة كل شوية روتيشن وبيعمل روتيشن فين؟ في أخطر منطقة في الملعب، الغلطة بجون في الدفاع. شوية تلاقي محمد المسلوسي بيلعب وهو حسام عبد المجيد، شوية تلاقي محمد عبد الغني بيلعب، شوية تلاقي محمود علاء.
شوية تلاقي ما اعرفش مين، شوية تلاقي حمدي المسلوسي، شوية تلاقي مصطفى الزناري. انا ما انتش عارف مين المدافعين بتوع الزمالك الاساسيين. نهاية اوسيريو اتكتبت خلاص. اوسيريو بعد الماتش اللي عمله امبارح وشفت العجز اللي عنده ان هو ما عندوش حاجة يقدمها. واحد هيجي يقول لك هات له لعيبه وهات له صفقات في يناير وشوف هجيب له مين. يعني انا هجيب له صفقات احسن من زيزو، احسن من مصطفى شلبي، احسن من شيكابالا، احسن من اوباما. هجيب له صفقات مين؟ على المستوى الهجومي امبارح انت ما عملتش، ما رحتش اصلا. انت قاعد عمال تمشي الكرة في نص الملعب وتحاول تخش تخترق من اليمين وتخترق من الشمال. انت ما عملتش هجمه، ما عملتش حاجه، ما عندكش فكره. الدنيا اتقفلت عليك، انت بقيت عاجز. لما قفل له تامر مصطفى اللي هو مدرب انبي، لما قفل الملعب هو ما عادش عارف يعمل ايه، قاعد على الدكه عاجز. بينما انت شفته سيريو قاعد على الدكه طول الماتش عاجز، هو مش عارف يعمل ايه. الدفاع ممكن الدفاع فيه مشاكل في الدفاع، هو مش مهتم بيها. نفس اللعيبه دي اللي خدت الدوري والكاس مع فيريرا، ماشي، نفس اللعيبه دي كانت موجوده. نفس نص الملعب تقريبا، باختلاف ان امام عاشور مشي. فانت مع يعني حتى لو انت ما عندكش لعيبه، مش عارف تحافظ على نظافه شباكك في اكتر من ماتش. يعني في ماتشات كتير، في غلطات كتير لأوسوريو. حتى ماتش النصر السعودي الزمالك كان غالي فيه 1-0 وخلاص اهو. عم برضه عامل لك افتكاسه وعم مطلع لك منزل لك حاتم سكر القصير ان هو يمسك رونالدو. انا مش عارف ايه التأليف في التشكيل اللي هو بيعمله ده. تأليف حرفيا بيحصل في الدفاع. الناس كلها بتغير في الهجوم وهو بيغير في الدفاع. وعمال يجرب عامل لعيبه الزمالك فران تجارب، عمال كل شويه يجرب ده مكان ده مش وقت تجريب. احنا بقالنا سنه ونص بنجرب يا عم، بقالك 6 شهور معانا بتجرب. المدير الفني بيجرب شهر اتنين وده بيجرب كل ماتش. هنفضل نجرب لحد اخر الدوري؟ خلاص للاسف الزمالك بيبعد جدا اصلا عن المنافسه. الزمالك بيضيع 7 نقط في الجوله الخامسه. على ما نوصل بقى لنهايه الدور الاول هنكون مضيعين 20 نقطه على الطريقه اللي هو ماشي بيها دي. فالموضوع صعب جدا. وكمان من حظنا السيء ان لاعب زي مصطفى شلبي خلاص بقى في قمه مستواه او استعاد جزء كبير جدا من مستواه، بدا يكون من اهم اللعيبه في نادي الزمالك. بيتصاب في وجه القدم اللي هي الاصابه اللي كانت قبل البطوله العربيه اللي قعد فيها تقريبا شهرين، وكانت انتهى الموسم بتاعه وبدا موسم جديد مع الزمالك. فكمان الاصابه رجعت لمصطفى شلبي وتجددت الاصابه، واللاعب هيغيب من شهرين ل3 شهور. وضع قدمه في الجبيره. فالموضوع صعب جدا في نادي الزمالك. فانت ما عندكش حتى بديل لمصطفى شلبي في المباراه اللي جايه، خصوصا ان انت كمان هتلاعب زد وهتلاعب كمان بيراميدز في نصف نهائي الكاس. يعني هتكسب توصل للنهائي. فالموضوع هيكون صعب جدا خلال الفتره اللي جايه. اداره الزمالك الحاليه في اي لحظه هتلاقيها كده اتخذت قرار برحيل اصولي، لان طبعا لو انت استمريت على المدير الفني ده زي فريرا كده السنه اللي فاتت، لما ضيع كل شويه ضيع بطوله تقول لسه معانا لسه معانا، خلاص البطولات كلها خلصت. نفس الفكره. استمرار اوسيريو مع الزمالك ممكن يضيع منك الكونفدراليه، ممكن يضيع منك اكتر كاس مصر، ممكن يضيع منك اكتر من بطوله. فانت خلاص ما دام انت خدت نيه بالتغيير فغير من دلوقتي، علشان احنا خلاص كل ماتش يغير في التشكيل ويعمل روتيشن في الدفاع ويقول لك اصلا محتاج واحد بيلعب برجله الشمال. ما انت عندك يا عم فتوح اهو. يعني انت هتجيب احسن من فتوح؟ يعني احنا لما نجيب لك مدافع بالشمال بيلعب برجله الشمال يعني هنجيب لك مدافع احسن من فتوح؟ انا مش فاهم. وحتى لو المشكله في الدفاع بس، طب ما المستوى الهجومي عندك احسن لعيبه تقريبا. يعني عندك لعيبه كويسه قدام، يعني عملت بيهم ماتشات عالميه. ماتش نغلب 5 و6 وماتش التاني بعده نتعادل. يعني ماتش المقاولين بتاع الستة برضه، الماتش اللي بعده تعادلنا تقريبا وغلبنا. ماتش بتاع سموحة غلبنا 5. الماتش اللي بعده على طول أول مرة أشوف فرقة يا مستواها 100% يا مستواها 20%. مفيش وسط، مفيش مثلا 70 60، لا، يا 90% يا مفيش خالص. هو ده المدرب الزمالك. فعشان كده خلاص الأقرب لتدريب الزمالك خلال الفترة الجاية هو كارتيرون مدرب الزمالك السابق. اللجنة دي شايفة إن كارتيرون هو المدير الفني المناسب للوقت الحالي. وممكن حسام حسن. ديت الاسماء المطروحه. يعني ممكن تلاقي كابترون وممكن تلاقي خلاص رحيل اوسوليو ممكن قبل الماتش اللي جاي تلاقي اوسوليو مش موجود. ممكن بعد الماتش اللي جاي، لان طبعا خلاص مش هينفع تستنى اكتر من كده. يعني خلاص انت ضيعت 7 نقط وبعدت جدا في الدوري. حتى بيراميدز مش عاوز يتعادل، الاهلي ما بيتعادلش. الموضوع هيكون صعب جدا ان انت تنافس بمدير فني كل شويه يغير لك في الدفاع، كل شويه عنده روتيشن، كل شويه عنده حاجات غريبه، عنده افكار غريبه عاوز يجربها. طب انما اجرب وانا مغلوب وانزل مدافع مكان مدافع، فالموضوع صعب جدا. وكمان مصطفى شلبي هيغيب. فانت للاسف يعني الموضوع هيكون صعب جدا على الزمالك. فهتلاقي الوقت في خلال الفتره اللي جايه او خلال ممكن يوم او بكره او بعده ممكن الاداره تتخذ قرار برحيل اوسوريو، والبديل بنسبه كبيره هو كارتيرون. كل المصادر بتاكد ان كارتيرون هو البديل القادم او المدرب القادم لنادي الزمالك. لو كده نكون وصلنا لهذا الفيديو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، وما تنساش كمان تعمل لايك للفيديو ليوصل لاكبر عدد من جمهور الزمالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.